صباح الخير يا رب، يومنا ويومكم كله خير. النهارده بقى صاحيه بدري وقلت اعمل الروتين اللي بعمله كل يوم اول ما بصحى. فتحت الشقه وصليت وشغلت بخور. وانا طبعا بحب يعني اشوف بقى ايه اول ما افتح الدرج كده، اشوف هشغل بخور بريحه ايه. انا ممكن اشغل حاجه دلوقتي وبعد شويه اعمل حاجه تاني. انا يا جماعه زي ما قلت لكم انا بعشق البخور. ده بقى بخور ارابيسك بجد تحفة، ريحته فظيعة. هو عيدان كده بتقعد 3 ساعات، في منه بيقعد 5 ساعات او 6 ساعات تقريبا. بس يعني جربوه، ريحته حلوة قوي، بحس ان ريحته نظافة كده شوية. بس فانا بحب ان انا يعني كل شوية اجرب حاجة جديدة يعني. بصراحة انا ما فطرتش عشان ما كنتش حاسه ان انا عايزه افطر يعني. قلت بقى هاكل تفاحه كده لحد ما اخلص اللي ورايا عشان نازله اتغدى بره. بصوا بقى ده شكل التفاح اللي انا بحبه، لو التفاح مش اخضر كده زي ما انتوا شايفين ما كلهوش ابدا. يعني بصوا الحته الحمراء دي لو في كل التفاح يبقى كده التفاح بالنسبه لي انا مش بحبه. انا لازم يكون اخضر كده زي ما انتوا شايفين بالظبط، ويبقى ناشف. يعني بصوا الحته دي طريه شويه فكده لا. يعني بصوا الصوت اللي انا هسمعه لكم ده ما كنتش اسمعه بالسكينه، ما كلهاش. امبارح بقى كنت مروحة بصراحة تعبانة شوية وما كنتش قادرة اعمل حاجة خالص. بس انا دايما بشوف ان اي حاجة في البيت مفروض تتعمل لازم تتعمل في ساعتها، ما ينفعش ان احنا نأجلها. يعني ما بحبش انام وانا في حاجة سايباها، او مثلا تنظيف مفروض يتعمل وانا مش عاملاه. لا انا بشوف دايما ان تنظيف البيت ده لازم كل يوم، ولو حاجة اتبهدلت لازم تتعمل في ساعتها. يعني اللي هو ليه اأجل لبكرة؟ بس امبارح فعلا كنت مش قادرة خالص، ويعني كانت الشقة الحمد لله متروقة ومفيهاش حاجة، بس الحاجات البسيطة اللي بعملها كل يوم ما كنتش عملتها. خلصت بقى كل اللي ورايا، وطبعا اكتر حاجة بتتعبني بجد البيبان، لان بيبقى فيها حتت صغيرة كده بتطرب بسرعة جدا. يعني انا دايما ايدي فيها بس على طول بتطرب بعد ما بعملها على طول. خلصت بقى ونزلت، وزي ما قلت لكم انا كنت رايحة اتغدى برا، لاني بصراحة زهقت من الاكل في البيت وزهقت من الاكل عامة، مبقتش عارفة اعمل اكل ايه. فخدنا اللحمة بتاعتنا نشويها ونعملها كفتة وناكلها يعني على الكورنيش وكده. هنا بقى طلبت القهوة وما شربتهاش، لان انا اصلا مش بحب القهوه، بس كنت حاسه ان انا محتاجه حاجه تفوقني. جبنا الاكل ورحنا على الكورنيش علشان نتغدى. بصوا بقى المنظر اصلا كان حلو قوي، والاكل بصراحه كان تحفه. بس بصراحه القطط بهدلتنا. طب وبعدين؟ خلصنا بقى اكل وبعدنا عن القطط شويه. وبصوا بقى منظر الجو ما شاء الله عامل ازاي، والشمس كده وهي بتروح، ومنظر البحر بجد كان مخلينا ان احنا نقعد ما نقومش. طلبت بقى شاي بالنعناع، وده اهم حاجه طبعا بعد الاكل. لازم اي اكل بالذات لو مشويات حواوشي الحاجات اللي هي لازم حاجه كده تبلع بعديها، لازم شاي بالنعناع ده اساسي. عدى بقى عمو بتاع الفريسكا، وانا بحب الفريسكا قوي، مش عارفه معظمكم يعرفها ولا لا. بس انا بحبها جدا، هي بيبقى فيها عسل كده من جوه. بس انا اصلا اول ما جبتها ما قدرتش واكلت منها. بس قلت لازم اصورها لكم. بجد بحبها جدا جدا، واصلا بستنى عمو ده يعدي. يعني في عمو ده وعمو واحد تاني بيعدوا بالفريسكا بتبقى طعمها حلو جدا، فبستناهم لما يعدوا عشان اجيب منهم. خلصت بقى ورحت لصاحبتي علشان ليلى بنتها كانت وحشاني جدا، وطلعت عشان اشوفها. بس بقى عملت لي ايس كوفي، لاني بصراحه كنت حاسه ان انا مش مفوقه خالص، وما شربتش طبعا القهوه اللي طلبتها لان القهوه بتتعبني. فقالت لي هعملك ايس كوفي وبسبوسه. انا اصلا ماليش في البسبوسه قوي، بس هي كانت عامله بسبوسه يعني قالت لي ان هي حلوه وكده، فصممت ان هي تعمل لي يعني ان انا اكل منها. بس قالت لي اعملك بقى جنبها حاجه، فقلت لها خلاص اعملي لي ايس كوفي. اكلت بقى البسبوسه بس ما كنتش قادره بصراحه. سامعين بقى الصوت؟ من دول البسبوسه بقى ونقول راينا.
دي بسبوسه بيتي. حلوه دي زي بتاعت بره بالظبط والله، جميله حلوه قوي. ناكل بقى مع بعض. خلصت بقى ونزلت من عند صاحبتي وهي ساكنه اصلا جنب ماما، فاول ما نزلت قابلت ماما واخواتي علشان كنا رايحين عند صاحبه ماما، بس هنا كانوا بيجيبوا ذره، واصلا احنا بنحب الذره جدا. ده ذره سكري بيبقى طعمه كده مسكر شويه، وده ذره مشوي. خلصنا بقى وطالعين عند صاحبه ماما عشان نزورها. عند صاحبه ماما هي لسه جايه من السفر من قطر، فجايين بقى نزورها. عايزه اقول لكم ان طنط دي احنا بنستنى اصلا ان هي ترجع من السفر علشان احنا بنحبها جدا وبنبقى متنكدين جدا وهي مش موجوده. بس بقى فهي جت من السفر، واحنا زي ما بقول لكم لما بتبقى مسافره بنبقى متضايقين جدا لان احنا بنحبها جدا جدا جدا، وهي يعني هي ومامتي اكتر من الاخوات. فبنستنى بقى لما بترجع عشان نيجي نزورها. فاحنا النهارده عندها وهي بقى لسه جايه من قطر من اسبوعين تقريبا، بس احنا عشان كان عندنا بقى ظروف وكده معرفناش نيجي. احنا لسه جايين بقى بس فبجد يا جماعه نقوا الناس الحلوه في حياتكم، عشان الناس الحلوه في الدنيا دي قليلين، والله الناس الحلوه قليلين. رحت عند ماما بقى علشان اشوف توفي عشان كانت وحشاني جدا، اصلا كان بقالي كتير قوي ما روحتش لماما. بصوا هنا كانت حاسه اصلا ان انا بصور، فكانت عماله تدخل في الكاميرا كده. انا بجد بحب القطط قوي قوي قوي، وبحس ان هم اطفال، يعني بحس ان هم بجد، يعني بالذات كمان القطط الصغنطوطه بحس ان هم اطفال، بعملهم زي البيبيهات بالظبط. فهسيبكم بقى هنا مع توفي تشوفوا عملت فيها ايه. هنا بقى كانت عماله تنط على ماما، يعني عماله تلعب معاها عشان ماما كانت عماله تلعب لها كده بايديها، فكانت عماله بتنط عليها. يعني بجد بصوا كانت مبهدله الدنيا. هنا بقى كانت بتدور على رجل جنى، يعني اول ما لقيت جنى نايمه ورجليها بس بتلعب كده بهدلت الدنيا، لان هي بتحب الصوابع جدا، اي صوابع بتلاقيها قدامها بتقعد ارقد فيها. بصوا هي لسه هنا ما شافتش صوابعها، بس هي عارفه ان في رجل تحت ال الغطا ده يعني. بصوا بقى لما تشوف صوابعها هتعمل ايه، هي اصلا قاعده كل ده مترقبه الصوابع تطلع، يعني هي بتعمل كل ده عشان بس تشوف الصوابع. هي هنا بقى شافت صوابعها. بصوا بقى عملت ايه، بتعشق حاجه اسمها صوابع، بجد صوابع ايد صوابع رجل بتقعد تقرقد فيها كده. يعني هي اصلا بتلاقي اي حد نايم بتفضل تعمل اللي هي بتعمله ده، ما بتسيبش حد في حياله. يومنا خلص بقى كده خلاص، وتوفي بتقول لكم باي باي، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في فلوج جديد. باي باي.